كده لازم يبقى عندنا مصدر دخل تاني بجانب زحمة المواصلات والصحيان بدري، بجانب الدراسة. طب ما تيجي نسأل نفسنا سؤال، هو احنا ليه ما نشتغلش بطريقتنا واسلوبنا، وليه ما نحددش وقتنا وفلوسنا؟ وده بقى اسمه العمل الحر. العمل الحر ببساطة هو انك بتشتغل مع عملاء مختلفين، يعني ما بتبقاش مربوط بشركة او مدير. يعني انت اللي بتحدد بتشتغل ايه ومع مين وبكام. مثلا لو بتعرف تكتب، في شركات ومواقع محتاجينك تكتب مقالات. لو بتعرف تصمم، في ملايين من الناس محتاجين لوجوهات وبوستات. لو بتعرف تمنتج فيديوهات، يبقى انت بقى اليوتيوبر والماركتير محتاجينك. ولو بتعرف تدي استشارات حياتية، ده محتوى تقدر تعمله على السوشيال ميديا. يعني اي مهارة بتساوي فلوس. لو طورت من نفسك سعرك هيزيد. خلينا بقى نقارن بين الوظيفة التقليدية والعمل الحر. الوظيفة التقليدية مرتب ثابت ممكن يكون محدود، مدير فوق دماغك، مواعيد عمل حتى لو مفيش شغل. العمل الحر بقى فلوسك على قد مجهودك، يعني شهر تكسب اكتر، شهر تكسب قليل. مفيش مدير بس انت اللي بتحاسب نفسك، يعني انت المدير وانت الموظف. وقتك مرن، تقدر تشتغل من البيت، من الكافيه، حتى وانت مسافر. بس خد بالك، كل حاجه ولها تمن. يعني انت لو مش منظم هتتعب، ولو مش ملتزم هتخسر عملائك بسرعه. صاحبك اللي كان بيقعد ليل نهار على الكمبيوتر دلوقتي بقى يشتغل فريلانسر برمجه مع مواقع اجنبيه وبيقبض بالدولار. في ناس بدات بترجمه مقالات ودلوقتي بقى عندهم عملاء ثابتين. وفي بنات بيعملوا تصميمات للسوشيال ميديا ودلوقتي بقى عندهم تيم كامل بيشتغل معاهم. يعني الموضوع ده مش حلم بعيد، في ناس حوالينا بدات من الصفر. الخلاصه، العمل الحر مش جنه ومش كابوس. لو قدرت تشتغل صح هتغير حياتك 180 درجه. لو عندك مهاره ابدا نميها، وابدا طورها وابدا طور من نفسك، وابدا طور المهاره دي معاك. تمام؟ اشوفكم في الحلقات الجايه. ما تنساش تشترك في القناه عشان اشوفك وتشوفني. وان شاء الله ان كان لنا عمر هنعرض الوظائف بتفاصيلها واللي سهل علينا نتعلمها. تمام؟ ولو عندك مهاره اكتبها لنا في التعليقات. اشوفكم في الحلقات الجايه.